صباحك روقان وتفاؤل. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو تنمية بشرية عن حاجة مهمة جدا، عن الآلام في الحب. الناس اللي بتتألم في الحب، الناس اللي بتتعذب، الناس اللي بتمر بعلاقات عاطفية بتخرج منها بجرح عميق. لو انت بجد بتمريت بحاجة زي كده شوف الفيديو ده، لانه بجد هيقدر هتحس بعدها بالسعادة. لو طبقت اللي فيه هيتم شفائك من اي حزن. جالي رسالة من حد على الخاص بيقول: أنا مريت بقصة حب، وقصة الحب اللي أنا مريت بيها ديت أنا مش قادر أنسى الإنسانة دي، بفتكرها في كل وقت، ودايما بحس بالعذاب أو المشاعر المؤلمة. بحاول أتخلص من التفكير فيها لكن مش قادر. لو سمحت ممكن تقولي على حاجة ممكن تريحني أو تخليني أتخلص من المشاعر دي، لأن أنا مش قادر أحس بطعم أي حاجة. قلت له ماشي خلاص، وقررت ان انا اعمل الفيديو ده. تعالوا بينا كده بروقان نفرق ما بين الحب والتعلق. التعلق هو معناه ان انا بعلق راحتي النفسية وسعادتي واستمتاعي بالحياة وحبي لكل شيء في الحياة وراحتي النفسية على إنسانة، أو مثلا ممكن على شغل، أو ممكن على مال، أو ممكن على أي حاجة. فلما بفقد الإنسانة دي أنا نفسيا بنهار وبتزلزل وبكتئب. اللي عند الشخص ده يا جماعة على حسب السيكولوجي أو علم النفس ده مش حب، ده اسمه تعلق. وتعالوا نشوف التعلق ده بيجي منين وإيه جذوره وإزاي نفكه. جذور التعلق أو أساس التعلق ده بيجي منين؟ أولا البرمجة السلبية بتاعت الأفلام الرومانسية، أو يعني الأغاني اللي هو بعدك عني انتحار. وبيصوروا دايما لعقلك الباطن إن أنت لما أنت تبعد عن حبيبتك أو كده الحياة بتنتهي، وإن أنت الألم، ركزوا كده معايا في الحتة دي، وإن الألم فضيلة. يعني انت لما حبيبتك تبعد عنك فانت لما تتألم نفسيا او تتعذب ده نوع من الوفاء او الفضيلة. وجيبوا دايما مشاهد واحد بينتحر او واحدة بتنتحر لما حبيبها بيبعد عنها. فالبرمجة السلبية دي بتدخل لعقلك الباطن وبتهيألك ان ده الحب. ده مش حب، ده حاجة مرضية مش طبيعية، لكن ده اسمه تعلق. والتعلق زي ما انا قلت كده كمان بيجي منين؟ التعلق بيجي من الحرمان العاطفي، ان الانسان مش بيلاقي ناس كتيرة تسمعه او تحسه او تفهمه، فما بيصدق يلاقي واحدة تسمعني او تفهمني يديها كل المشاعر، يديها كل الحب، ولما تبعد عنه بيكتئب وبيحزن. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا التعلق وسببه وجذوره. ازاي بقى ان انا اتخلص من تأثير التعلق ده؟ ان انا ابتدي احب نفسي. احب نفسي مش بمعنى الغرور او الانانية، لا، احب نفسي بمعنى ان انا اعمل حاجات اللي بتشبع نفسي. عايز تخرج اخرج، عايز تتفسح تتفسح. شوف الدنيا جميلة وواسعة. انت ربنا خلق لك الدنيا واسعة، ليه بتضيقها قدام عينيك؟ في وفرة دايما في العلاقات، في وفرة دايما في الرزق، في وفرة دايما في الأماكن، في وفرة دايما في الناس. فأنت لما بتحدد عقلك على حاجة واحدة أنت بتكتئب. أساسا أنت لما أنت بتحب نفسك تلقائيا الناس اللي حواليك باللاوعي بيحبوك، ولما أنت بتهمل نفسك الناس اللي حواليك باللاوعي بيهملوك. وأنا هعمل إن شاء الله بإذن الله في الفترات الجاية دي حلقات عن حب النفس وأهميتها، وإن حب النفس ده يختلف عن الأنا أو الغرور أو التكبر، لأن هي أصلا مشاعر نفس وعدم حب للنفس. وإن حب النفس ده يعني هدية، إن أنت بتقدر الهدية اللي ربنا جابها لك وهي أنت، لأن عكسها ظلم النفس.
نيجي بقى نشوف عرفنا التعلق أسبابه وإزاي إن إحنا نحله. تحله إن هو يعني لو حد بيمر بمشكلة عاطفية صعبة يقعد يتخيل الموقف اللي هو مر بيه دوت، وياخد كذا نفس عميق، ويبتدي إن هو يغير في الخيال، بدل ما هو متألم إن هو سعيد ومبسوط، وإنه لقى الإنسانة الجديدة اللي بتحبه وبتقدره، وإنه عايش أجمل أيام حياته. ويقول لنفسه أنا سعيد بإن أنا في جاي لي علاقة جديدة هعيشها بروقان. بيكرر الكلمات الإيجابية والخيال ده على البطن، هيتبرمج على السعادة. دوت التعلق. طيب خلصناه كده، تعالى نشوف بقى الحب. الحب هو معناه نفسيا إن أنا أحب نفسي الأول، أقدرها، أعامل نفسي بطريقة جميلة، وبالتالي أنا هحب الآخرين. يعني أنت لما أنت بتحب نفسك معناها انت بتحب الناس. الحد اللي بيكون عنده كراهية او حقد او غل ده ما بيقدرش يحب نفسه اصلا، وبالتالي هو كمان ما بيقدرش يحب الناس. تمام. فحب النفس معناه ان انا بحب نفسي، بقدرها، بساعدها، وشريكة حياتي او شريك حياتي بيقاسمني السعادة، وليس هو مصدر السعادة. ليه بقى؟ اسمع الحتة الجاية دي، وأنا قصدي أدخلها جوه عقلك الباطن. لأن مصدر السعادة هو الله، وده المفروض التعلق الحقيقي، إن يبقى تعلقك بالإله. لكن الناس متغيرة، ممكن تكون معاك النهاردة وممكن تكون معاك مش معاك بكرة، فبالتالي أنت هتكتئب. إذا أنت لما تعلق سعادتك بالإله، وانت تكون حابب نفسك، حابب يومك، حابب حياتك، بتعامل نفسك بطريقة جميلة وبتسعدها، وشريكة حياتك اللي بتجيلك أو لما بتيجي هي بتقاسمك الحياة، هي بتشاركك السعادة، فبالتالي أنت مش هتكون في حالة احتياج، مش هتكون في حالة أنا محتاج إن هي تكلمني عشان أستريح، أنا محتاج إن مش عارف إيه عشان أحس إن أنا سعيد. وفي حاجة تانية بقى اسمها توأم الروح. ان انت دايما في الحياة بيبقى في ناس انت بتقابلها، دي بتبقى زي توأمك. ممكن يكون توأم روحك دي انسانة، ده نوع تالت من العلاقات. ممكن يكون انسانة بتحبها، ممكن يكون توأمك ده بيكون صديق، ممكن يكون حد من اهلك. ودي بتبقى علاقة فيها راحة نفسية، ما بتحسش ان انت لازم تعمل مجهود عشان الطرف الاخر تحبك او الطرف الاخر يحبك، بل بيكونوا متقبلينك زي ما هم. وده ان شاء الله باذن الله ممكن نبقى نتكلم في الحاجات دي بعدين. بتمنى بجد ان انت تشوف الفيديو ده مرة واتنين وتلاتة، لان كل مرة انت بتشوفه هتبتدي يتسحب ألم، خصوصا من هنا من المنطقة اللي عند قلبك او اللي حصل فيها الجرح، وتطبق اللي فيه. ما تكونش زي الناس اللي بتشوف فيديوهات ومعلومات 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 وما بتطبقش، ما بتستفادش. بتمنى لك من قلبي السعادة والعلاقات الجميلة والحياة المليانة وفرة ومسرات ونعم، وان انت تحب نفسك. لو وصلك الفيديو دوت وصلت لحد هنا، متنساش اللايك، السبسكرايب، الشير، التعليق، عشان ننشر الفيديو ده لأكبر من قدر من الناس، ونساعد أكبر قدر من الناس. كل سنة وانت طيب يا جميل، وعيد سعيد عليك، مليان بهجة، مليان جمال، مليان حب.